الله يسعد أوقاتكم يا رب، صباحكم أو مساكم، ما بعرف بأي وقت رح تشوفوا الفيديو. كيفكن؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تتابعوا فيديو اليوم. قبل ما نبلش خلونا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلوني كمان أرحب بكل صبية فاتت جديدة على القناة. أهلا وسهلا فيك ونورتي القناة، وشكرا لكل تعليق حلو عم تحطوا لي إياه. صبايا المشاهدات عندي عم ترتفع، يعني بس مقارنة بعدد اللايكات كتير قليل، يعني حبابيني اللي عم تشوف الفيديو وعجبها، يعني ما بتخسر شي إذا حطيت لايك. يعني اللايكات صايرة عم ترفع الفيديو، عرفتوا علي؟ فعم بيكون تقريبا شي 200 250 مشاهدة على الفيديو، بس عدد اللايكات عم يكون 16 أو 17 لايك ما أكتر. فحبابيني إذا كنتوا عم تنسوا تحطوا اللايك حطوا لي اللايك. اليوم كان يوم سبت، وبتعرفوا قلت لكم بالفيديو الماضي إنه أنا الحمد لله رب العالمين يعني سجلت بكورسات تركي، تعليم تركي، ويوم السبت هي بس يوم السبت وأحد أنا بروح بتعلم تركي، بحضر درس. ففقت بكير، يعني كان في عندي كم وظيفة أنا ماني كاتبتهم، ماني حلتهم، شغلت يعني صار في عندي شغلة بالبيت وانشغلت فيها. ففقت بكير وصرت إنه أحل الواجبات اللي عطتنا إياهم أنسة التركي، ولبست ورحت على الموعد. الله وكيلكن حسيت حالي تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. وصلت لهونيك ولا قالوا لي انه اليوم ما في درس، الآنسة عندها فحص وما في درس اليوم. يعني عن جد انا اكتر شي بكرهه هو الفيقة بكير على المزبوط، على المزبوط يعني فيقة كتير كتير بكير. وفقت بكير وكانت على الفاضي. فلفيت ورجعت طلعت هيك، قلت والله انه هل طلع من البيت بكير وكان مطر، يعني عم ينزل مطر. وبرد عن جد. قلت بدي روح على البيم، انا بنتي يعني وصتني على كورن فليكس وقالت لي ماما بس جدي جيبيني معي، فقلت يلا. بس خلص انه ما بما انه ما في درس فراح اروح على البيم ونجيب لها بنتي كورن فليكس. وانا فيت على البيم قلت بدي اعمل لكم هيك جولة بالبيم سريعة. وكان لازمني أنا كمان كم غرض، وقلت بدي أشوف إذا في شي عروضات منزلينها بلكي أشتري. فرحت والله كان صندوق العروضات يعني فاضي، ما كان في كتير عروضات. والله طلعوا عاملين على سلة هي الورود، آه عاملين عليها عرض. شفتوا شقد سعرها بعرض، وشفتوا شقد سعرها 600 ليرة. وفي كمان هداك المنظف اللي أنا بستعمله الأصفر، كمان عاملين عليه عرض، 2 ب 62 ليرة. هو هلأ صاير حقه بالبيم تقريبا 35 ليرة، أنا اشتريته من الماركت ب30. فقلت رح اخذ الأغراض اللي لازمتني وبصور فرجيكم شو منزلين كمان بالبيم. منزلين البروكلي جديد، يعني كل فترة والتانية بينزلوه. في هذا البرك بالجبنة منزلينه كمان، في هذا آه كمان برك، بس محشي كمان جبنة، هذا مثل السمبوسك. كمان منزلينه، هذا ما كان موجود بالبيم عنا. وفي هون كمان هدول كورن فليكس، في بالشوفان للي عم تعمل ريجيم كتير كويس. في كرات الشوكولا كمان أنا باخد منهم لأولادي هدول. فقلت رح اخد من هاد اللي حجمه وسط، ما انه كتير كبير ولا انه كتير صغير، لاني بس فتحته وزاد عندي فبحسه انه بيبول، او يعني هيك مدري كيف بيصير بيسترطب. هون شوفوا على صفة هالعصائر، أنواع العصائر والمشروبات. وكمان انتبهت بالبيم منزلين فاصولية خضرة، مفرومة وجاهزة، طبعا بتجي 400 جرام، عفوا 350 جرام بتجي 26 ليرة. هلأ رح ورجيكم إياها. وهي البيتزا بالبيم أنا جربتها وعن جد ما طيبة، ما طيبة، ما بنصحكم فيها أبدا أبدا. جربت البامية، جربت البازلة ممتازات، البليلة ممتازة، يعني يلي بده يجرب. شو كمان لسه الفاصوليا ما جربتها، بس حطيتها ببالي بدي اجربها ان شاء الله. قولولي انتو، اكتبولي بالتعليقات شو جربتوا هيك شغلات مفرزة من البيم. بس جربت الفاصوليا رح اعطيكم رأيي. وفي كمان هون المعجنات، وفي كمان سبانغ. السبانغ كمان مفرز عندهم، في شيش برك تركي، سمبوسك تركي، همبرجر، سمك مفرز. انا ما جربت السمك، حدا جربه كمان من البين. وهي كمان الحليب، في كامل الدسم ونص دسم وبلا دسم وما بعرف ايش هو، كل واحد له سعر طبعا. فاخذت كمان علبة حليب
كمان كنت عم دور على اللهم صل على سيدنا محمد. المرة الماضية اجيت لهون لحتى اجيت على البيم طبعا منشان اخذ بندورة بتيجي بقناني، بندورة مطبوخة وخالصة. إيه فما لقيت. هلا منزلينها ومانا غالية. ها يعني هاي القنينة كهنة صورت لكم اياها. هاي القنينة عن جد كتير كتير طيبة على الطبخ. ب20 ليرة 16 ونص طبعا. يعني من شي يومين ثلاثة أنا مريت على البي مشان آخذ هاي البندورة وما لقيت، فاضطريت إني آخذها من الفيلة. إيه هلأ ليكم منزلينها. هي منزلينها مع جملة العروضات. وعندهم كمان هاد البرادات بيحطوا فيها ألبان وجبن وزبدة ومشروبات، أكلات للأطفال، أنواع حليب، يعني بيحطوا فيها مشكل ملون. انا ما كملت لكم تصوير، لسه في شغلات كتيرة انا ما صورت لكم اياها، بدي اروح على البيت لاني بيتي ايام قاعد. طبعا الفيديو الجاي راح لكم ليش بيتي ايام قاعد. فاشتريت هدول الاغراض وهلا وقفت على الكاشير مشان ادفع حقهم، ورحت على البيت بدي افطر ولادي، وكمان عملت لهم هيدي الكورن فليكس مع الحليب، وعملت كمان كاستين متة إلي ولجوزي مع الحليب. وفي عنا مثل ما قلت لكم انه بيتي ايام قاعد، ما راح صور لكم، ما راح لكم بهذا الفيديو ليش. الفيديو الجاي راح لكم ليش. طبعا يعني حسيت حالي اني ناقلة على بيت بس انا لساتني ببيتي. عرفتوا كيف وحدة تنقل على بيت جديد وهيك بيتها بيقوم بيقعد، وانا نفس الشي. الفيديو الجاي راح تعرفوا السبب. ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم. ما تنسوني من اللايك والشير والكومنت الحلو مثلكم. الله يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم، وسلامات صبايا.